السلام عليكم أبطال تاني إعدادي، عاملين إيه؟ وحشني جدًا، يا رب تكونوا بخير. النهارده إن شاء الله زي ما وعدتكم هابدأ أحل التقييمات الأسبوعية، التقييم هينزل لكم قبل ميعاد التقييم كمان. يالّا هنبدأ معانا من أول تقييم ويالّا بينا. أول تقييم عندنا بيقول المجموعة الأولى أو مجموعة نموذج رقم أ، أول سؤال فيها بيقول: أكمل أولى دول العالم من حيث عدد السكان. قال لي دول العالم يبقى هو كده عايز دولة الهند. يبقى أنا عندي أكتر دولة في العالم فيها عدد سكان هي دولة الهند. بعد كده بيقول لي أعيد كتابة العبارة بعد التصويب الخطأ. يبقى أنا في الأول لازم أدور على الغلط اللي موجود في العبارة دي، وبعد كده أبدأ إن أنا أكتبها صح. العبارة بتقول: تعيش قارة آسيا المرحلة الرابعة من نظرية التحول الديموغرافي. طب يا مستر هي قارة آسيا اللي بتعيش المرحلة الرابعة؟ أقول لك لأ. طب أنا كده هغير آسيا ولا أغير المرحلة الرابعة؟ أقول لك هتثبت حاجة وتغير التانية، بمعنى ثبت آسيا يبقى أنا هغير المرحلة الرابعة. طب ثبت المرحلة الرابعة يبقى أنا هغير آسيا. طب عندي هنا مستر ترشح لي أغير إيه؟ أقول لك أنا هثبت آسيا وهغير المرحلة الرابعة، فهكتب تعيش قارة آسيا المرحلة الثالثة. عشان عندي قارة آسيا في المرحلة الثالثة، يبقى أنا ثبت قارة آسيا وهغير واكتب المرحلة الثالثة. طب حد حب يغير قارة آسيا، هيثبت المرحلة ويخليها زي ما هي ويروح مغير بدل آسيا يكتب قارة أوروبا. نيجي للسؤال الثالث عندنا، بيقول اكتب نتيجة واحدة. إيه النتيجة اللي ترتبط على انخفاض معدل المواليد وارتفاع معدل الوفيات في قارة أوروبا؟ النتيجة اللي ترتبط على كده كانت إيه؟ هي حاجة واحدة عندي، إن الزيادة الطبيعية أصبحت بالسالب. أصبح عدد الوفيات أكتر من عدد المواليد، وبالتالي الزيادة الطبيعية أصبحت بالسالب. يبقى النتيجة عندي هنا هقول أصبحت الزيادة الطبيعية سالب 1.4 في المية. هنقول إن النسبة بقت سالب 1.4 في الألف، مش في المية. يبقى أنا عندي هنا النتيجة اللي ترتبط على انخفاض معدل المواليد عن معدل الوفيات، أصبحت الزيادة الطبيعية لقارة أوروبا سالب 1.4 في الألف. يعني معنى كده إن اللي بيموت في قارة أوروبا أكتر من اللي بيتولد. بما تفسر توجه الهجرات من أفريقيا لدول الخليج. الهجرات عامة سواء لآسيا أو لأوروبا أنا ينفع أثبت لها إجابة بحثا عن فرصة عمل، ودي تنفع في آسيا وتنفع في أوروبا. طب لو حبيت هزود في أوروبا بس، أقول لتوفير التعليم والأبحاث أو كمان للجوء السياسي. يبقى أنا عندي هنا الناس اللي بتهاجر من أفريقيا بتروح لدول الخليج، هقول له السبب بحثا عن فرصة عمل. يبقى السبب اللي خلى الناس تتجه للهجرة هو بحثا عن فرصة عمل. السؤال رقم 5 وهنا بيقول لي دلل دي يعني اثبت ان الكلام ده حصل. تتعرض قارة آسيا لتيارات هجرة غير قانونية. أنا عندي ناس بتخرج من دولتين، هقول له هجرة من أثيوبيا والصومال عن طريق خليج عدن إلى دولة اليمن. يبقى أنا عندي الدليل إن في هجرات غير شرعية بتخرج من قارة أفريقيا تدخل لقارة آسيا، بقول له إن عندي دولتين اللي هم أثيوبيا والصومال بيخرج منهم هجرات عن طريق خليج عدن ويروحوا لليمن، ومن اليمن يدخلوا قارة آسيا. نبدأ بعد كده النموذج رقم ب، بيقول أولى دول قارة آسيا من حيث عدد السكان هي نفس أولى دول العالم اللي هي دولة الهند. السؤال الثاني، إعادة كتابة العبارة مع التصويب. تعيش قارة أوروبا المرحلة الثانية من نظرية التحول الديموغرافي. هنا مش هينفع إن أنا أغير حاجتين، أنا هثبت حاجة غصب عني إن هي دولة أوروبا دي، لأن بيقول لي المرحلة الثانية وأنا لا آسيا عندي في الثانية ولا أوروبا في الثانية، فأنا أوروبا حاليا في المرحلة الكام؟ الرابعة. السؤال رقم 3، ما النتائج
ارتفاع معدل الوفيات عن معدل المواليد في قارة أوروبا. لو ايه اللي حصل لما معدل الوفيات ارتفع عن معدل المواليد؟ هقول له أصبحت الزيادة الطبيعية سالب 1.4 في الألف. 2 التشجيع على الهجرة إليها. يبقى أنا ينفع أكتب دي وينفع أكتب دي. لو حبيت أأمن نفسي أكتر أروح كاتب له الاتنين في الأسئلة. السؤال رقم 4، بما تفسر اتجاه المهاجرين من قارة أفريقيا إلى دول الخليج. قلنا الناس بتسافر ليه أو بتهاجر ليه؟ برافو عليك زي ما أنت قلت، بحثا عن فرصة عمل. دلل على صحة العبارة. تتعرض قارة أوروبا للتيارات غير القانونية. برضه أوروبا بتتعرض للتيارات غير القانونية؟ بقول له آه، والدليل على كده إن عندي أكتر الدول هجرة غير قانونية هي إيطاليا واليونان بنسبة 3/4 اللي هي 3/4. يبقى أنا عندي 3/4 المهاجرين غير الشرعيين بيدخلوا القارتين، بيدخلوا قصدي لدولتين اللي هي دولة إيه وإيه؟ إيطاليا واليونان، ودول الاتنين موجودين عندي في قارة أوروبا. النموذج رقم ج، أولى الدول الأوروبية من حيث عدد السكان بقول له روسيا الاتحادية. يبقى أنا عندي أولى دول أوروبا هي روسيا الاتحادية، أولى دول العالم الهند، أولى دول آسيا الهند. إعادة كتابة العبارة مع التصويب. العبارة بتقول تعد قارة أوروبا على مشارف المرحلة الثانية من نظرية التحول الديموغرافي. هل أوروبا على مشارف المرحلة الثالثة؟ بقول له لأ، مش على مشارف المرحلة الثالثة، هي على مشارف دخول المرحلة الخامسة. نيجي للسؤال رقم 3. اكتب نتيجة ارتفاع معدل المواليد بقارة آسيا عن قارة أوروبا. ايه اللي حصل لما المواليد بقت في قارة آسيا أكتر من قارة أوروبا؟ بقول له ارتفاع أو زيادة تضاعف عدد السكان في قارة آسيا بشكل سريع عن قارة أوروبا. يبقى أنا عندي هنا النتيجة هتكون ارتفاع تضاعف أعداد سكان قارة آسيا بشكل سريع عن سكان أوروبا. حبيت أثبت له أكتر أقول له بنسبة 250% من فترة 1950 إلى 2025. ده لو انا حبيت اكد له ان الكلام اللي انا بقوله ده صح. انا عندي عدد السكان بيتضاعف في قاره اسيا اكتر من قاره اوروبا بسرعه، والدليل على كده ان عدد سكان قاره اسيا تضاعف 250% من تاريخ 1950 ل 2025. بما تؤثر الهجره بشكل كبير على نمو السكان في قاره اوروبا. بقول له السبب ان هي بتعوض للنقص في عدد السكان في القاره. يبقى انا عندي هنا بقول له تقوم بتعويض النقص في اعداد السكان. نيجي للسؤال الاخير. دلل على صحه العباره الاتيه. اكثر الدول المستقبله للهجره غير الشرعيه توجد في قاره اوروبا. بقول له ان اكثر دولتين عندي مستقبلين للهجره غير الشرعيه هي دوله ايطاليا ودوله اليونان، والدولتين موجودين عندي فين؟ في قاره اوروبا. يبقى هقول اكثر الدول استقبالا للهجره غير القانونيه هي ايطاليا واليونان
بنسبه 3/4. يبقى انا عندي اكتر دولتين مستقبلين للهجره غير القانونيه او الهجره غير الشرعيه هما ايطاليا واليونان بنسبه قد ايه؟ 3/4 المهاجرين. بكده يا اولاد هنكون حلينا الثلاث نماذج بتوع التقييمات بتوع الاسبوع الاول. اتمنى ان اشوفكم على خير في الاسبوع الثاني. استنوا التقييم.